يا مساء الفل والجمال على كل المشاغفين. قبل ما نفتح الدفاتر ونحكي في الجد، انزل تحت دلوقتي حالا نعمل تاكلينج على زرار اللايك، ولو انت لسه جديد انضم لكتيبة المشتركين وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. النهارده جاي اتكلم في موضوع شاغل السوشيال ميديا بقاله فترة ومقسمنا نصين. النهارده الحكاية عن حسام عبد المجيد، الولد اللي حابة تلاقيه في السما والناس بتقول عليه مطادور الدفاع واحسن مساك في مصر ولازم نحافظ عليه ونعض عليه بالنواجز، وحبة تانية تلاقي نفس الناس بتقول يا ساتر ده كارثة متحركة وبيتهموه انه بيلعب لصالح المنافق. الموضوع ده يا جماعة محتاج قعدة رايقة وفهم عميق، لان اللي بيحصل مع حسام مش مجرد مستوى طالع ونازل، ده فيه تفاصيل فنية وذهنية محتاجة تتشرح بالورقة والقلم. النهاردة هنعرف ليه حسام بيتحول من بطل لضحية في ثانية واحدة، وليه المحللين كلامهم بيتخير على حسب مزاجهم. ركزوا معايا علشان الحلقة ديت هيغيروا وجهة نظرك لمركز المساك في مصر. بصوا بقى، خلينا نكون حقانيين. حسام عبد المجيد مش هبدة كروية، حسام عنده امكانيات جسمانية وتأسيس يخليه فعلا مشروع مدافع عالمي. لو جيت تقارن هتلاقيه ان هو ومحمد عبد المنعم هما كريمة المساكين في مصر، والمفروض يكونوا هما قلب دفاع المنتخب ل10 سنين قدام. عنده طول وعنده قوة في الالتحامات وبيعرف يلعب بدماغه صح، بس المشكلة في الدفاع ان الغلطة في فورة. المهاجم ممكن يضيع 10 فرص ويسجل واحد ويبقى بطل، لكن المدافع ممكن يشيل 10 كور من على الخط ويغلط في واحدة الدنيا تتقلب عليه. ده ضريبة المركز الصعب ده، خصوصا في نادي بحجم الزمالك اللي جمهوره ما بيرحمش. عارفين رونالدو كومان لما كان ماسك منتخب هولندا اتسأل عن دي لخت لما كان بيمر في فترة صعبة وبيعمل غلطات غريبة وبتتحول لأهداف؟ كومان قال جملة تاريخية لازم كلنا نحفظها، قال دي لخت بيأدي كويس جدا بس في شيء غريب، الغلطة اللي بيعملها بيتعاقب عليها بشكل فوري فبتتبروز وتتحول لكارثة. اهو ده اللي بيحصل مع حسام بالظبط. في مدافعين تانية بتهبد وبتسرح وبتاخد قرارات غلط، بس الكرة بتخبط في العارضة يا اما المهاجم بيطوحها في السماء، فالموضوع بيعدي وربنا بيسترها. لكن حسام سبحان الله الغلطة بتاعته بتتحول للقطة الماتش وجون في مرمانا فورا، وده اللي بيخلي الجمهور يتقلب عليه، لان الستر في الكورة ده ارزاق، وحسام رزقه في الستر قليل شوية الفترة دي. خد لينك الفيديو ده دلوقتي وابعته شير لصاحبك الزملكاوي اللي ضغطه عالي من حسام، وقوله المشاغف هيهدأ اعصابك. اعرف ان الشير بتاعك دوت هو اللي بيخلينا نسيطر على اليوتيوب. تعالوا بقى للحتة اللي المحللين ما بيقولوهاش. حسام نتاج منظومة كروية في مصر بتعاني في كفاءة التدريب. غلطات حسام في التمركز او الخروج بالكرة تحت ضغط او حتى الثبات الانفعالي لما بيكون الماتش متكهرب، دي مش عيوب خلقية في اللاعب، دي تفاصيل مدرب. اللاعب مهما اجتهد في حاجات لازم المدرب هو اللي يزرعها في قلب التمرين. احنا شفنا حسام مع جوميز اتطور جدا وبقى يفهم ازاي بيبني اللعب، وده معناه ان الواد قابل للتطور وعنده مخ بيستوعب. بس لما المنظومة الدفاعية كلها بتتهز، حسام بيبان ان هو اللي غرقان، لان هو اللي في وش المدفع. وعشان نكون منصفين وبنحلل بشياكة زملكاوية لازم نبص من الناحية التانية. محمد عبد المنعم اللي كلنا كنا متفقين ان هو موهبة فذة كان بيغلط في الاهلي كتير وكان بيتسبب في اهداف في ماتشات مصرية، ولما طلع نايس الفرنسي بانت عنده نقط ضعف ما كانتش باينة هنا، والمدرب هناك بدأ يشتغل عليه. يعني الفكرة مش ان حسام سيء وعبد المنعم خارق، الفكرة ان كل مدافع وله عيوب. الفرق ان حسام محتاج بيئة تدعمه ومدرب متخصص يقعد معاه ويشرح له، ايوه يشرح له تحركاته بالملي. حسام مش مدافع سيء خالص، هو بس مدافع خام محتاج ثقل ومحتاج معاملة خاصة علشان يوصل للنسخة اللي احنا بنتمناها. الخلاصة يا رجالة، حسام عبد المجيد هو مستقبل دفاع الزمالك والمنتخب، وذبحه دلوقتي مش في مصلحة حد. المدافع اللي بيغلط دلوقتي هو اللي بيتعلم بكرة، ومفيش مدافع في العالم معصوم من الغلط. حتى لما يوصل لأعلى مستوى هيفضل يغلط برضه، لأن دي طبيعة المركب. احنا كزملكاوية لازم ندعم ولادنا وقت الوقعة قبل وقت الفرح. حسام محتاج مدرب يضيف له ذهنية ويحسسه بالثقة، مش محللين يقطعوا فيه كل شوية.
يا ريت اي حد بطل وصل معايا لحد هنا يكتب لي في الكومنتات، هل انتم شايفين ان حسام فعلا مظلوم تكتيكيا، ولا انتم من مدرسة ان الغلطة في الزمالك بفورة ومفيش وقت للصبر؟ كان معاكم احمد صابر من قناة المشاغب. شيروا الفيديو لو عجبكم واستنونا في حلقة فنية جديدة. سلام يا فرسان.